رجعنا لكم مرة ثانية، والأجواء عندنا بالاستديو صارت مختلفة ومميزة في نفس الوقت. ضيفنا اليوم يهوى تجميع وتربية الطيور الناطقة والنادرة بشكل خاص، فهي بالإضافة إلى أشكالها الجميلة والجذابة تعتبر طيور اجتماعية تخلق أجواء من الألفة مع اللي حولها. للتعرف أكثر على صفات هذه الطيور وأنواعها معنا العضو في فريق هواية تجمعنا أسامة مندني. صباح الخير، حياك الله معنا. حياك الله. يعني اليوم ضفت لنا خلينا نقول جمالية جدا مميزة في الاستديو عندنا، واحنا سعداء بوجودك. لكن في البداية ودنا نتكلم عن هذه الهواية وعن حبك لها. طبعا في البداية أصبح عليكم بالخير وأصبح على كل اللي قاعد يتابعونا الحين. صباح. وطبعا دائما قناة الوطن لها بصمة جمالية على الفضائيات، مو احنا اللي نضيف لها هذه الجمالية. سلم إن شاء الله. في البداية أحب أعرفكم بنفسي، أسامة مندني، عضو في فريق هواية تجمعنا، فريق من الشباب الكويتي يهتم في كل ما يتعلق في الطيور الناطقة. نعم. من جميع النواحي، تربيتها، اقتنائها، العناية فيها، كل ما يتعلق فيها من خواص بشكل عام يهتم فيها هذا الجروب. ما أدري إذا حابة أكلمش من البداية عن الجروب طبعا في ما يقارب 30 إلى 35 نفر ما بين بنات وشباب. طبعا كل اللي متواجدين من شباب هذه الديرة كويتيين. حلو. طبعا عندنا أكثر من تخصص داخل هذا الجروب. عندنا من هو منتج للطيور الناطقة، عندنا من هو مدرب للطيور الناطقة، عندنا من هو مختص في اقتناء النوادر من الطيور الناطقة، عندنا سلمك الله من هو يستورد الطيور، من هو يبيع ويشتري في الطيور. يعني ما شاء الله أكثر من تخصص متواجد عندنا في الجروب. جميل، حلو. أنا ودي أتكلم عن الطيور اللي موجودة حاليا عندنا ونتكلم عن صفات كل واحد منهم، والكاميرا أيضا راح تكون وياك على الشيء اللي راح تتكلم عنه. طبعا في البداية احنا بالاستديو الحين معانا هني 4 أنواع من الطيور ينقسمون إلى فصيلتين. الفصيلة رقم 1 اللي هي المكاو. عندنا هني متوفر معانا 4 فئات من المكاو اللي طالع عندكم بالشاشة الحين، اللي هو الأخضر اللي قاعد ينظف ريشة هذا أو اللي قاعد يفلي ريشة، اللي هو فصيلته الميليتري مكاو، وهو من الطيور النوادر حاليا. وطبعا من القلائل الموجود بالكويت، يمكن قليل من اهل الكويت يدرون ان هذا من فصيله المكاو. اغلب اللي يعرفون عن المكاو يدرون ان المكاو اما الاحمر والاخضر او الازرق والاصفر اللي يمه هذا الحين قاعد تشوفونه بالشاشه. بس سلمك الله هذا الميليتري مكاو نفس ما قلت لك يعتبر من المميزين اللي متواجد منه بالكويت هني، ما يتجاوز يمكن 30 طير. اوكي، نادر ومميز، معناته انه حتى سعره خلينا نقول مميز وغالي. لا تخافين وايد، عادي ما راح يعضك، شويه راح يطير ويطب، اموره طيبه. طبعا اسعارهم تتراوح تختلف من طير الى طير. تبدا الاسعار سلمك الله تقيم على حسب مستوى الطير، عمره، هداوته، كلامه، الامور هذه مصدره من وين جاي. وايد امور تقترن في مساله تسعيره الطير وتباينها من طير الى طير. هني حق الطير الثاني اللي متواجد معانا هني، الطير اللي توه طار، اللي هو البلو اند جولد مكاو. وهو اكثر الطيور شيوعا من فئه المكاو عالميا. نعم. طبعا اتكلم عن نفسي، انا احب هذا الطير حب خاص يعني. اشمعنى؟ ما ادري، وايد عندي ارتباط خاص معه. يمكن اكثر طير احب اربيه وادربه واجاب له هذه الفصيله، مع ان املك مثلا طيور اغلى منه، اندر منه، ولكن بالذات سبحان الله هذا البلو اند جولد انا وايد متفاعل معاه واحب اني اجنيه. الطير الثالث وهو الطير الوحيد حاليا بالكويت اللي موجود عندنا، اللي هو الميلي جولد اللي موجود على الستاند الخشب هني. وهذا يعتبر هجين وليس اصل. اوكي. الهجين هذا ما بين فئتين، اللي هو فئة الميليتري اللي هو الأخضر اللي موجود، وفئة البلو جولد. فلو تلاحظين حتى اسمه الميلي جولد مشتق من الاسمين. طبعا هذا طير من طير أخونا عبد الله العصفور، أحد أعضاء جروب هواية تجمعنا، وهو الشخص المميز بجروبنا اللي يختص في اقتناء النوادر من طيور المكاو بالذات. فهذا الطير حاليا الوحيد في الكويت الموجود عندنا هالمحروس هذا. يبقى الطير الاخير اللي هو السكارلت مكاو، اللي هو الاورنج بالاصفر، اللي هو هذا يسمونه السكارلت. طبعا السكارلت في اكثر من فئه، تقريبا فئتين او 3. لا تخافين يا يتلج، امورها طيبه، كهرمانه حبابه ما تزعل. طبعا هذا السكارلت
ما شاء الله حجمه وايد وايد هيوج، وايد ضخم. اوكي. انت وايد خايفه، لا تخافين، احنا على الهواء. هالمرة الخوف عند المذيعة مو عند الضيف، العكس. فسلمك الله. نفس ما قلت لك، هذا الاسكالت تعتبر من الطيور المميزه ايضا. هذا طير اخونا محمد النيدي. محمد النيدي من افراد الجروب. طبعا محمد النيدي متخصص عندنا في جانب التغذيه. اوكي. والتغذيه بشكل دقيق، يعني الطير اللي محتاج زياده في الدهون، الطير اللي محتاج تعديل ريش، الطير اللي محتاج مثلا حق فتره الانتاج، انواع الغذاء كلا حسب حاجه من الطيور هو يقدر يوصف لكم اياه ويفيدكم فيه. جميل. واللي المحروسه اللي قعدت يمي؟ المحروسه هذه كهرمانه، هي من فئه الاكلاكتكس. طبعا هي هذه من اكثر الطيور سهوله في التفريق ما بين النثيه والذكر. اوكي. الذكر دائما يجيب باللون الاخضر، والانثى دائما تجيب هذا اللون الاحمر بالازرق. طبعا من الطيور الناطقه المميزه، اجتماعيا تعتبر اقل من باقي الطيور، ولكن الجمهور بشكل عام يحب لونها، خاصه الاخوات النساء او البنات يحبونها، فلا تخافين لازم تحبينها انت. على فكره هي يعني مقاربه لالوان لبسي اليوم. وانت خايفه الحين صاير لونك نفس لونها، فلا تخافين عادي الامور طيبه. طيب خلينا نتكلم، يعني هذه هوايتكم ممكن ان تكون بالفعل هي نادره، ولكن تجمع هذا الجروب شلون صار؟ طبعا فكره الجروب انطلقت من خلال اخوي حسين مندني ابو عبد الله. ابو عبد الله تبنى فكره انشاء هذا الجروب تقريبا قبل 2.5 أو 3، والحين احنا ماشيين بهالجروب بهالفتره. انطلقت الفكره من خلال تجمعات بسيطه في رحلات ترفيهيه للطيور الناطقه. حلو. الطيور الناطقه تحتاج الى رحلات ترفيهيه كل بين فتره وفتره لتفريغ طاقتها، لتغيير الحاله النفسيه لها. يعني وين مثلا ممكن ان على البحر قاعد نطلع، في الحدائق العامه قاعد نطلع، الامور هذه. فكانت رحلاتنا بسيطه متعلقه في الخواص من اهل الطيور الناطقه. طورت الفكره، بدا ينضم حق الفريق مجموعه كبيره من الشباب، خاصه خلينا نسميها الهواة من الدرجه الاولى في الكويت. في هذا الجانب بداوا يدخلون في الجروب، بدات تكبر الفكره، الحمد لله بدات تتطور شيئا فشيئا. قمنا نشارك بفعاليات على مستوى الدولة، يعني احنا العام شاركنا في فعاليات هلا فبراير في حديقة الحيوان مدة 4 أسابيع متتالية. حلو. شاركنا في أرض المعارض الدولية، شاركنا في حديقة الشعب قبل فترة في أحد المهرجانات. الآن احنا عندنا مشاركة في المدينة الضوئية لتكريم حضرة صاحب السمو قائد الإنسانية. مشاركتنا جميل. إن شاء الله يوم الجمعة القادم راح تكون في المدينة الضوئية، وإن شاء الله راح تكون متواجدين هناك من 6 إلى 9. جميل. وهذه عبر قناة الوطن أنا أوجه دعوة حق كل الجمهور اللي قاعد يتابعنا للحضور. راح تكون إن شاء الله في طيور مميزة. دعوة لأهل التصوير الاحترافي ما شاء الله ما يقصرون معنا في كل تجمع قاعد يكونوا متواجدين. الله يعطيكم. نتمنى أن يكونوا موجودين معنا أيضا بهذه الفعالية تكريما لحضرة صاحب السمو وتفعيلا لوجودهم معنا أكثر وأكثر. أكيد يعني خصصتوا شيء جدا مميز لهذه الاحتفالية. طبعا أكو مفاجآت، أكو نقدر نقول مفاجأة واحدة تكون حصرية طبعا للوطن؟ اكو هالمرة راح يصير عندنا مسابقات خاصة حق كل من يحضر فعاليتنا. اكو توزيع هدايا مجانية للأطفال، اكو سلمك الله مجموعة من الطيور المميزة مثل ما عودنا جمهورنا اللي تابعنا. ان شاء الله راح نراويهم ايضا مجموعة من الطيور المميزة الجديدة. نعم. وان شاء الله من نجاح الى نجاح راح نكون موجودين. جميل. طيب أنا عرفت أن في واحد منهم يتكلم. طبعا 3 يتكلمون. 3 يتكلمون. 3 يتكلمون. تقدر تكلمهم الحين انه ممكن يقول شيء؟ طبعا هذه معلومة مو بس انقل لك اياها، هذه اوصلها حتى حق اللي يتابعونا. هذا طير نتعامل معاه كروح، ما نتعامل معاه كجهاز. اغلب الشباب اللي تقابلينهم يقعدون على هالكرسي تلقينا وجهه احمر ومرتجف وخايف والامور هذه. الطيور هذه ايضا الحين في نفس الحاله، هي الحين قاعد تشوف وجوه غريبه عليها، اضاءات، لا تخافين جايت لك ترى تتفاعل معك. وجوه غريبه عليها، اضاءات، كاميرات رايحه راده شاريو مش عارف ايش، حركات قاعد تصير قدامها فهي خايفه، فهي وايد مو متاقلمه لما الحين. يعني وضعي ووضعها واحد. طبعا شكلك انت اكثر متخوفه منهم، بس لا تحاتي. أنا استمتعت جدا معك بهذا الحوار الشيق، واستمتعنا جدا بالأجواء الجميلة اللي سويت لنا إياها بالاستديو. نشكر وجودك معنا، وأيضا احنا ندعو